في نوع من الناس أول ما يحس إن في حد بيقرب منه بيخاف. ممكن يكون شخص بيعرف يحس وبيعرف يحب، بس كل ما العلاقة بتقرب أكتر تلاقيه فجأة انسحب بدون سبب واضح. يبعد، يختفي، يتقل، وبعدها يقولك أنا مش عارف أنا كده ليه. لو أنت كده أو تعرف حد كده فالحلقة دي ليك. علم النفس بقى بيشرح ده بنمط التعلق التجنبي. النمط ده بيتكون في الطفولة لما الطفل يكون محتاج حب واهتمام، لكن بيقابل بتجاهل أو برود أو حتى شرط. مثلا هحبك لما تكون شاطر، لو غلطت هسيبك لوحدك علشان تتعلم. الطفل هنا بيتعلم إن القرب خطر، فبيبتدي يدي لنفسه الأمان من غير ما يطلبه من حد. طب ولما بيكبر يبقى بيموت في الحب، بس بيخاف منه في نفس اللحظة. عارف يعني إيه؟ يعني قلبه عايز يقرب وعقله بيشده لورا. تلاقيه دايما بيختار العلاقات اللي ما فيهاش استقرار أو اللي الطرف التاني مش متاح فيها عاطفيا. ولو دخل في علاقة صح يحس إنه مخنوق وبيحاول يبعد، مش علشان الشخص اللي قدامه غلط، علشان هو اتبرمج من زمان إن القرب بيساوي خطر. طب والحل؟ هو إنك تبدأ تلاحظ ردود أفعالك. كل مرة تبعد بدون سبب اسأل نفسك أنا خايف من إيه؟ اكتب، واجه، وحاول تفتكر أول مرة حسيت إن الحب مش آمن. العلاج هنا اسمه إعادة التعلق الآمن. يعني تبدأ تدرب نفسك إن العلاقة الصحية ممكن تكون أمان مش تهديد. قرب شوية يمكن اللي مستنيك يكون حقيقي. طب والخلاصة؟ الخلاصة بقى إن أوقات إحنا بنبعد مش علشان إحنا مش حابين، لكن علشان اتعلمنا إن القرب مؤلم. بس الحقيقة إن القرب الصح هو اللي بيعالج الجرح القديم. وأنا مخلص جويش، ودي بقى الخلاصة.